حوض مائي لتجميع مياه الري بطاقة 100,000 متر مكعب أنشئ في هذه المنطقة الفلاحية من جامعة طمسلوحت ليكون نقطة انطلاق توزيع هذه الكميات الهامة من المياه نحو أراضي فلاحية تم تهيئتها لغرس وإنتاج الزيتون والخضروات والحبوب. منشأة مائية تأتي في سياق تنفيذ برنامج لتحويل نظام السقي السطحي إلى السقي الموضعي بالتنقيط. هو مشروع ذا أهمية كبرى كيهم الفلاحة التضامنية. واحد العدد ديال الفلاحة كتعرفوا بأنه صغار، لأنه الماء كيجي تقريبا من أزلال باش كيوصل لهنا، وخصو يتصفى وخصو يتنقى وخصو يمشي في واحد العدد في القنوات تقريبا 7 كيلومتر، غادي يوصل لواحد 4000 هكتار اللي هي غادي تكون مجهزة بالكوتا كوت، واللي غادي تعطي الامكانيات للفلاح الصغير باش يسقيو الكوتا كوت، باش يكون عندهم الماء بلا بريسيون بدون استعمال الكهرباء. وهذا الشيء كله غادي يخلي ان المردوديه ترتفع، وغادي ترتفع بشكل جد هام، يعني ب7 ل6 7 المرات المردوديه الهكتار. وهو مشروع متماسك. هذه المحطه اللي كتشوفوا اللي هي موجوده هنا غادي تهم تقريبا 24,000 هكتار في المنطقه ديال تنسيفت، والمحطه السفلى اللي كاينه هي كتهم 4,000 هكتار، اللي اليوم الحمد لله الفلاحه الصغار يمكن يستافدوا بفضل هذا المشروع السقي الموضعي. انطلاقا من هذا الحوض المائي يتم نقل المياه عبر قنوات إلى محطة للتصفية قبل ضخها في شبكة الري، ومن خلال تقنيات للتحكم في كميات استهلاك المياه يتم سقي المساحة الفلاحية. جامعة السعادة على سبيل المثال استفاد 524 فلاحا من هذه العملية. بالنسبة للمشروع هو بأننا راه جربنا وطلقنا الماء، راه كاين واحد الفرق. كنا كنسقيو بالربطة، كان الماء كيضيع بزاف، وكنا كتجي حتى الفاتورة شوية طالعة. دروك راه كاين فرق لا بالنسبة للفاتورة ولا بالنسبة للكمية المستهلكة، والحمد لله هذا الشيء راه غادي بالنفع، غادي يولي عندنا رفع في الإنتاج. واللي كنطلبوا من الدولة واحد شوية تكوينات جديد علينا، الفلاحه يتكونوا شويه باش يعرفونا، وكاين اللي ما عرف كيدير يطلق الطيور. هذا السقي بالتنقيط هذا اللي كنا كنتسناو مده هذه، لان غادي يساهم لنا مثلا، يعني غادي يقلل غادي يقلل من الكميه ديال المياه اللي كان الفلاح كيستعمل. منها غادي نحافظوا مثلا على الفرصه المائيه اللي شفناها مؤخرا بدات تقلال، وغادي يستافد الفلاح تمديا. تم استفادة 2300 فلاح من هذا المشروع، ومن مكونات المشروع هو إنجاز صهريج الترسيب ومحطة تصفية المياه وشبكة توزيع مياه الري على طول 136 كيلومتر، وكذلك 1200 مأخذ مائي. الجودة ديال الماء هنايا ناقصة شوية، كاين الماء محمل بالأوحال، ولا بد من هذا السرير هذا باش نحسنوا من الجودة ديال الماء، باش نضمنوا للفلاحة جودة مهمة باش يديروا التنقيط. تشجيع الفلاحين بشكل فردي أو جماعي ليتحولوا إلى الطرق العصرية في السقي يأتي في إطار الدعم المهم الذي توفره الدولة، والذي تسهر على تحفيز الفلاحين إلى الانخراط فيه الأطر الفلاحية على المستويين الجهوي والمحلي، وهو ما مكن من تحقيق نتائج مهمة. الإنجازات الآن وصلت ل 71,000 هكتار، أي تم يعني المساحة المنجزة تفوق البرنامج المسطر ب 21%. هذا الإنجاز الهام تيرجع بالأساس إلى الرافعة اللي هي صندوق التنمية الفلاحية، بحيث أن صغار الفلاحين تيستافدوا من هذا الصندوق بنسبة 100% للتحويل الفردي للسقي الموضعي. وكذلك الفلاحة اللي عندهم أكثر من 5 الهكتارات تيستافدوا بنسبة ديال 80%. وبهذه النتائج تنتظروا تكون اقتصاد في المياه ديال السقي على صعيد ديال الجهة ب 30 حتى ل 40%. بفضل هذا البرنامج قربت المساحات الفلاحية المجهزة بنظام الري الموضعي في جهة مراكش آسفي على بلوغ 72,000 هكتار، متجاوزة بذلك الأهداف التي كانت محددة إلى سنة 2020 في حوالي 62,000 هكتار. هذا الإنجاز الذي يعد واحدا من المشاريع المماثلة في مختلف جهات المملكة يجعل من المغرب نموذجا يحتذى في إفريقيا في المجال الفلاحي في إطار المحافظة على البيئة وتكييف الفلاحة مع التغيرات المناخية.